خلينا نبدأ من نقطة بعيدة شوية عن الأحداث. مستر روبوت مش مسلسل عايزك تفهمه من أول مرة ولا حتى من آخر مرة. هو مسلسل عايزك تعيشه وبعدين ترجع تفهمه. من أول مشهد إليوت بيكلمك أنت، مش بيكلم الكاميرا ولا بيكلم نفسه، بيكلمك أنت كصديقه، وإحنا بنقبل الدور ده من غير ما نسأل. وده أول فخ في المسلسل من البداية بيحطك جوه دماغ شخص من غير ما يقولك إن الدماغ دي متصدعة، فأنت بتصدق اللي بتشوفه وبتتعاطف وبتكون موقف. وبعدين تكتشف ان كل ده كان مبني على نسخة ناقصة من الحقيقة. وده جوهر مستر روبوت. الموسم الاول بيقدم اليوت بطريقة دقيقة جدا، شاب منطوي ذكي حاسس ان العالم كله غلط وان الشركات الكبيرة هي سبب كل اللي بيحصل حوالينا، واحنا كمشاهدين بنرتاح له. افكارنا شبه افكاره، غضبه مبرر، وحدته مفهومة. إليوت بيتقدم كبطل، بس بطل مكسور، بطل شايف نفسه صح بس مش واثق من نفسه. وبعدين يظهر مستر روبوت، مش بيتقدم كجنون لكن كصوت، كجرأة، كثقة. شخصية بتقول اللي إليوت نفسه مش قادر يقوله، بتمثل الحلم والتمرد والحرية، وانت كمشاهد بتصدق. لحد ما بتيجي الحلقة التاسعة، اللحظة اللي نكتشف فيها ان مستر روبوت هو إليوت نفسه. مش مجرد تويست ذكي ولا استعراض كتابة، دي لحظة تشخيص حقيقية. المسلسل هنا بيقولك اللي كنت فاكره قصة عن ثورة كان في الحقيقة قصة عن انفصال نفسي. مستر روبوت مش شخص، هو وظيفة، آلية دفاع اتخلقت عشان إليوت يعرف يكمل. ومن هنا كل اللي فات بياخد معنى مختلف، وكل اللي جاي بيبقى أخطر. الموسم التاني هو موسم التحدي النفسي الكبير. ناس قالت بطيء، ناس قالت ممل، وناس وقفت، لكن الحقيقة ان الإحساس بالملل ده كان مقصود بالكامل. الموسم ده بيحطك جوه روتين إليوت اليومي، أيام شبه بعض، فراغ، انتظار. كل مشهد صغير بيحسسك بالحبس النفسي اللي كان فيه. نكتشف بعد كده ان إليوت كان في حبس فعلا، بس في سجن حقيقي. كل اللي شفناه قبلها كان محاولة للهروب من الواقع. المسلسل مش بس خدعك، ده خلاك شريك في الكذبة. انت صدقت عشان هو محتاج يصدق. كل مشهد في الموسم ده بيخدم فكرة الصراع الداخلي، الهلوسة، اليأس، العزلة، الانفصال عن الواقع. كل ده موجود. ده الموسم اللي بيخليك تحس بالضغط النفسي اللي جوه إليوت، مش مجرد حبكة أو تويست. الصراع هنا بقى جوه إليوت أكتر من أي وقت قبل كده. ما بقاش بين إليوت والعالم، بقى بين إليوت ونفسه. مستر روبوت بيتحول من قائد لخصم داخلي. الصراع مش خير وشر، لكن صراع سيطرة. مين اللي بيتحكم، مين اللي بياخد القرار، مين اللي بيشيل الذنب. الموسم ده بيكشف صراعات نفسية عميقة، التردد، الندم، الإحساس بالذنب، والبحث عن معنى الحرية وسط الألم. والمسلسل بيورينا قد ايه السيطرة نسبية، قد ايه القرارات الشخصية صعبة، وازاي إليوت بيتعامل مع الألم الداخلي. الموسم الرابع موسم المواجهة النهائية، موسم الحقيقة الصريحة. المسلسل يبطل لعب ويبدأ يكشف عن كل الحقائق. الحلقة السابعة مثال كامل على الصراحة، من غير موسيقى تقريبا، من غير استعراض، مجرد مواجهة مع الصدمة. تحس انك ما بتتفرجش على المسلسل، تحس انك قاعد في جلسة علاج حقيقية. الموسم ده كمان بيكشف آخر طبقات التوتر. الماستر مايند، الشخص اللي افتكرناه العقل المدبر، كان مجرد آلية دفاع. إليوت الحقيقي كان مستخبي ومحمي جوه نفسه. والمسلسل بيورينا ازاي كل المعارك والاختراقات اللي شفناها قبل كده ما كانتش عن السيطرة على العالم، لكن عن السيطرة على النفس، على الألم، على الواقع الداخلي. هنا بيضيف طبقة، كل موسم بيقربك أكتر من عقل إليوت المتصدع. كل موسم بيكشف جزء من الحقيقة الداخلية، الحقيقة والوعي. في وسط كل ده مستر روبوت عمل حاجة أخطر من أي تويست. المسلسل خلى فكرة الحقيقة نفسها مهزوزة، مش بس الحقيقة السياسية ولا الاجتماعية، لكن الحقيقة الشخصية. إليوت طول الوقت فاكر إنه بيدور على حقيقة، بيكشف الناس، يفضح الشركات، يكسر الأكاذيب. بس الحقيقة إن أكتر كدبة عاش فيها كانت جواه. كل مشهد هاكينج، كل اختراق، كل انتصار ظاهري مجرد غطا. المعركة الحقيقية كانت على الوعي، على فهم النفس، على مواجهة الألم الداخلي. العلاقات دايما ناقصة، مش مكتملة، مش مريحة. حتى لما إليوت يحب، بيحب من بعيد، من ورا حيطة. العنف في المسلسل مش المسلسل بيورينا ازاي إليوت بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه من غير ما يصرخ، من غير حوارات كتير، بمجرد بس المشاعر. ومع كل ده في لحظات صغيرة جدا بتضرب فجأة، ابتسامة نادرة، ضحكة قصيرة، هدوء لحظي. ده اللي بيخلي التجربة موجعة أكتر. الأمل موجود بس هش. المخرج سامي إسماعيل من أكبر الأسباب في نجاح المسلسل. الإخراج في مستر روبوت مش مجرد تصوير، ده جزء من الحكاية نفسها.
سامي اسماعيل مبتكر المسلسل كان عايز يحسسك بالعزلة، بالفراغ، بالضغط النفسي قبل اي حاجة تانية. الكادرات دايما على جنب، الشخصيات نادرا ما بتبقى في نص الكادر، الفراغ مسيطر، العالم واسع وإليوت صغير جواه. ده احساس متعمد مش صدفة. حتى في المشاهد الهادية احساس بعدم الاتزان موجود. الموسيقى جزء خفي، ساعات غيابها اهم من وجودها. الصمت مش فراغ، الصمت ضغط، الإضاءة، الزوايا، الحركة البطيئة للكاميرا، كل ده بيزود الإحساس بالوحدة والعقل المتصدع لإليوت. أما رامي مالك أداؤه هو قلب المسلسل. هو مش بس مثل إليوت، هو عاشه. كل نظرة، كل وقفة، كل نبرة صوت، كل انفجار داخلي كان واضح بدون أي مبالغة. المسلسل ممكن يكتب 1000 مشهد، لكن من غير رامي مالك ما كانش هيحسسك بالرحلة النفسية دي كلها. قد ايه الأداء ده مهم. إليوت مش شخصية تقليدية، هو معقد، متصدع من جوه، ذكي، منعزل، وفي نفس الوقت ضعيف. ورامي مالك قدر يخلي كل التعقيد ده حقيقي، يلمسك، يخليك تحس بكل شعور داخلي. النجاح الكبير للمسلسل مش بس من الحبكة أو الهاكينج والتويستات، النجاح الحقيقي كان في الدمج بين المخرج والتمثيل الواقعي العميق لرامي مالك. الاتنين مع بعض خلقوا تجربة مختلفة، تجربة جوه عقل شخصية مكسورة، تجربة صادقة وموجعة في نفس الوقت. الماستر مايند او العقل المدبر اللي افتكرناه كل ده هو الشخصية الحقيقية، كان مجرد آلية دفاع. إليوت الحقيقي الشخص اللي عاش كل المعاناة وواجه كل القرارات، كان مستخبي ومحمي جوه نفسه. احنا كمشاهدين كنا جزء من الحماية دي، كنا موجودين من غير ما نحس، نسمع، نشارك جزئيا في التعامل مع الألم الداخلي. والنهاية هنا متقسمة على مستويات. المستوى النفسي، إليوت بيكتشف الحقيقة عن نفسه. كل الانفصالات والهلوسات، الأوهام اللي شفناها كلها كانت جزء من حماية عقله. المستوى الرمزي، كل الأحداث، كل الشخصيات كلها رموز لآليات الدفاع الداخلية، للذكريات اللي حاولت تحميه ولحظات الألم اللي حاول يتعامل معاها. المشهد الأخير مش مليان حركة أو إثارة، مش انفجار ولا انتقام ولا كشف مفاجئ. المشهد الأخير صمت، هدوء، استيعاب، شعور بالوجود بعد رحلة طويلة في العقل المتصدع لإليوت. شعور بالوجود بعد رحلة طويلة في عقل إليوت. إليوت بيقف قدام نفسه، قدام القرارات اللي خدها، يفهم مين الناس اللي حواليه، مين اللي ساعدوه، مين اللي أذوه، ويستوعب كل اللي حصل جوه دماغه. النهاية مش سعيدة لكنها حقيقية، مش قصة هاكرز ولا ثورة ولا مؤامرة. ده مسلسل عن العقل البشري، عن الانفصال النفسي، عن التعامل مع الصدمة وعن فهم الذات. ولو حسيت انك محتاج تشوفه تاني بعد ما تخلصه، دي مش صدفة، ده لانك اول مرة كنت جوه القصة وتاني مرة بتفهمها. ولو في سبب واحد يخلي مستر روبوت يعيش مع الناس كل السنين دي، فهو انه مستهلكش مشاعرك، ملعبش على دموعك، مبتزكش عاطفيا، سابك لوحدك تفهم على مهلك. وده يمكن احسن وصف المسلسل كله. مش تجربة سهلة، مش تجربة مريحة، لكن تجربة صادقة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشوف الفيديوهات اللي فاتت.